السلام عليكم الإخوان، ومرحبا بكم معنا في جديد حلقتكم من سيفيل الدارجة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نتكلموا على الرواتب أجور موظفي الشرطة المغربية ديال الأمن الوطني بالتفصيل. غادي نشوفوا الطريقة ديال الحساب، يعني كيفاش كيدير، كيفاش كيحسبوا الصالير ديال الأمن الوطني، شنو هما الاقتطاعات اللي كيقطعوا لهم، وغادي نشوفوا الرتب ديال الأمن الوطني كاملين بالتفصيل كما الرتب. غادي نبداو بلي صالير، الرواتب الشهرية. قبل ما نبداو غادي نتكلموا على الأجرة الشهرية، التفاصيل ديالها، وعلى الاقتطاعات الشهرية. وغادي نهضروا كل كل سلم وشحال الأجرة ديالو وشحال الاقتطاعات اللي كيقطعوا ليه مع كل رتبة، لا بالنسبة لحراس الأمن ولا الضباط ولا العمداء. نبداو بالأجرة الشهرية. كيكون الراتب الأساسي زائد تعويض عن المهام، زائد تعويض عن السكن، تعويض على الأعباء، تعويض على الأخطار. كما كتعرفوا في الخدمة ديال الأمن الوطني كيتعرض للخطر، كاين لو ريسك حتى هو كيتعوض عليه. وفي الاقتطاعات الشهرية كاين اقتطاع ديال الصندوق المغربي للتعويض، زائد التأمين الإجباري على المرض، زائد الضريبة العامة عن الدخل. بالنسبة لحراس الأمن سلم 5. الراتب الأساسي هو 1069 درهم فاصلة 25. تعويض على المهام 373 درهم. تعويض عن السكن 1000 درهم. تعويض على الأعباء 1111 درهم. تعويض على الأخطار 2000 درهم. بالنسبة للاقتطاعات الشهرية 465.92 درهم بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد، هذا اللي كيقطعوا لهم، و141 درهم ديال التأمين الإجباري على المرض. يعني الأجر الشهري الصافي اللي هو 4954 درهم. هاد الأثمنة الإخوان راه بلا الزيادة ديال 1000 درهم اللي مقسمة على جوج ديال المراحل، الأولى في 1/7/2024 اللي تزادت، والثانية في 1/7/2025 وديجا راني شرحت فيديو عليها وتكلمت حتى هي عليها بالطريقة ديال هاد الزيادة اللي دازت في الدستور بالنسبة للإدارات العمومية والقطاع العام بصفة عامة. ندوزو لمفتشي الشرطة. مفتشي الشرطة سلم 6. عندو في الراتب الأساسي 1060، تعويض على المهام 420 درهم، تعويض عن السكن 1250 درهم، تعويض على الأعباء 1162 درهم، والتعويض على الأخطار 2000 درهم. مع الاقتطاعات كيبقى بالنسبة 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 لمفتشي الشرطة الأجر الشهري الصافي هو 5169 درهم. بالنسبة لضباط الأمن كما كتلاحظوا الإخوان عندنا يعني اللي طالع بزاف اللي عاطينه هو التعويض على الأخطار. المهمة ديالهم أصلا كاملة، يعني المهنة كاملة فيها الخطر، 2000 درهم تعويض على الخطر. مع الاقتطاعات أجر الصافي 6300. بالنسبة لضباط الشرطة سلم 8. الراتب الأساسي 1000، تعويض على المهام، السكن، الأعباء، الأخطار. مع الاقتطاعات الأجر الصافي هو 6525 درهم. بالنسبة للعمداء الشرطة سلم 10. الراتب الأساسي مع الاقتطاعات كيبقى أجر الصافي 1209 درهم. هنا غادي هنا الخلاصة. بالنسبة للحراس الأمن مفتي الشرطة 80 درهم، ضباط الأمن 9000 درهم، ضابط شرطة 9000 درهم، أمين شرطة 9040 درهم.
ما داخلش فيهم هاد الزيادة اللي كانت ديال سنة 2000. ندوزو دابا للروتاب. الروتاب ديال الأمن الوطني من حارس أمن حتى للمدير العام للأمن الوطني، نشوفوا الرموز كي دايرين. يعني أي شرطي شفتيه في الطريق غير من الفراشات، من الزي ديالو كتعرف الرتبة ديالو. رتب الأمن الوطني هادو بالنسبة للهيئة العامة بالزي المدني، الهيئة العامة بالزي العسكري، هادو بجوج. والأسماء ديالهم كاين حارس أمن هو اللي كتكون عنده الشرطة ونقطة، مفتش الشرطة. هاد جوج يعني على هاد الشكل هذا. مفتش شرطة ممتاز كيكون زايد عليه بهاد الشرطة. ضابط شرطة ممتاز، عميد شرطة. عميد الشرطة إلا لاحظتو هنايا كيتشابهوا، ولكن هنايا في هاد الوريضات هادو اللي هنايا ولا هنا، هادو ديال عميد شرطة زايد شوية، فيهم جوج، هنا فيها غير واحد. عميد شرطة عميد ممتاز للشرطة، عميد إقليمي، مراقب عام، والي أمن. بالنسبة للزي العسكري، بالنسبة للهيئة العامة بالزي العسكري، يعني ولي أمن كيتسمى عقيد شرطة، ملازم عقيد شرطة، رائد شرطة، قبطان شرطة، ملازم شرطة، ممتاز ضابط أمن، مقدم رئيس، مقدم. كنتمنى الإخوة نكون جاوبتكم على أسئلتكم. نشوفوا فيديو جديد. شكرا لكم.